فيلمنا بيبدأ وبنشوف راجل اسمه كلير، وبنشوف انه هو راجل عادي جدا وكان عنده أسرة بسيطة وكل اللي يهمه انه يحمي بيته ويخلي عيلته في امان. لكن في يوم بنشوف بنته الصغيرة خرجت تلعب قدام البيت، ولكن المشكلة انه ما شافش بنته بعد كده خالص. والأسوأ من كده كمان اننا ما بنلاقيش اي دليل ولا شهود ولا حتى بنعرف اذا كان البنت اتخطفت ولا راحت فين. ولما بيبلغ الشرطة كمان ما بتقدرش توصل لأي حاجة. وهنا كلير بيفهم انه لازم يدور على بنته بنفسه. فتعالوا بقى نرجع بالزمن ونفهم القصة من الأول. وكل حاجة بتبدأ في مدينة اسمها كونجرس في ولاية بنسلفانيا، وبنشوف كلير دوفر وهو بيعلم ابنه واللي اسمه رالف ازاي يصطاد في الغابة. وقبل ما يضربوا النار رالف بيكون متوتر شوية، ولكن كلير بيشجعه وبيخليه ينشن على غزالة، وبينجحوا فعلا انهم يصطادوها. وبيقرروا يرجعوا البيت بعدها. وبعد ما بيوصلوا بنتعرف على باقي العيلة، وبنشوف زوجته جريس وبنته الصغيرة آنا. وبنعرف ان النهاردة كان عيد، فكانوا ناويين يروحوا يحتفلوا في بيت عيلة بيرج، وده كان مع جيرانهم فرانكلين ونانسي وبناتهم إليزا وجوي. وبنشوف ان آنا وجوي بيكونوا من نفس السن واصحاب مقربين جدا. وبعد العشاء البنات بيخرجوا يلعبوا بره ومعاهم رالف وإليزا، وفي ظل ما هما بيلعبوا بيلاحظوا عربية بيضة كبيرة واقفة قدام البيت، فبيحاولوا يقربوا منها ولكن اخواتهم الكبار بيمنعوهم. المهم اننا بنحس ان في حد كان بيراقبهم من جوه العربية. وبعد شوية البنات بيفضلوا يتحايلوا على كلير وجريس علشان يروحوا البيت بسرعة ويدوروا على صفارة حمراء كانت ضايعة من آنا. فجريس بتوافق بعد ما صدعت منهم، بس بتقول لهم ياخدوا اخواتهم الكبار معاهم. وفعلا البنات بيخرجوا بره بيت عيلة بيرج وبيروحوا البيت كلير، ولكنهم بيتأخروا. فبنشوف الاهالي ابتدوا يتوتروا وبيبدأوا يدوروا عليهم في كل مكان، ولكن للأسف مفيش أي أثر. ولما كلير بيسأل رالف وإليزا عنهم بيكتشف إن البنات راحوا لوحدهم أصلا ومعرفوش إخواتهم إنهم رايحين للبيت. وهنا القلق بيزيد وبيبقوا متوترين جدا، والكل بيبدأ يدور في الشوارع وبيخبط على البيوت عشان يسأل، ولكن مفيش نتيجة. وساعتها رالف بيفتكر العربية الغريبة اللي شافوها قبل كده، وبيروح على طول يقول لأبوه عنها، وبيطلعوا يجروا للمكان اللي كانت فيه. لكن العربية بتكون اختفت وما بيكونش في حل غير انهم يبلغوا الشرطة. وهنا بنشوف شخصية مهمة وهي المحقق لوكي، واللي بيكون راجل معروف ان حل كل القضايا اللي مسكها ومفيش اي مجرم قدر يهرب منه. واول ما بيوصلوا البلاغ بيقرر لوكي يتحرك فورا، وفعلا لوكي قدر يلاقي العربية الغامضة وقدر يحدد مكانها بسرعة. لكن قبل ما يلحق يتصرف بنشوف بسرعة السواق بيهرب وبيخبط بالعربية جوه الغابة. وبعدها على طول الشرطة بتحاصر المكان، ولوكي مع الفريق بيمسكوا السواق. بس الصدمة كانت إن البنتين أساسا مش موجودين جوه العربية. فبيبتدوا يحققوا مع الراجل وبيسألوه ودى البنات فين، لكن بنشوف السواق ساكت وخايف وكان بيرد بكلام غريب ومش مفهوم. فبيتاخد من قفال الاسم، وهنا لوكي بيبدأ بنفسه يحقق معاه، وبنعرف إن اسمه بيكون أليكس جونز. بس المشكلة إن أليكس تحسه مش طبيعي وتعبان في دماغه، وده لأن ردوده مشتتة وكان بيتكلم زي طفل صغير وما كانش قادر يدي أي إجابة واضحة عن مكانه وقت اختفاء البنات، ولكنه بينكر تماما إن هو خطفهم. بس لوكي بيدور وراه أكتر وبيعرف إنه دايما بيركن العربية ورا بيت عمته اللي اسمها هولي، فبيروح لها فورا. ولكن المفاجأة إن الست بتقول إن أليكس أصلا ما عندوش عيلة، وإنه من وهو عنده 6 سنين بعد ما أهله ماتوا عقله وقف عند السن دوت من الصدمة. وهنا لوكي بيبقى مصدوم لأنه قدامه راجل هو شاكك فيه ولكنه بعقل طفل عنده 6 سنين. فبيرجع لوكي للفريق الجنائي واللي بيكون بيدور على أي دليل أو بصمات تدين أليكس، ولكن الفريق بيقوله إن مفيش أي دليل وما كانش فيه بصمة أو أي أثر ولا أي حاجة تربطه باختفاء البنات. وده بيخلي القضية بتاعتنا معقدة جدا. ورغم إن مفيش أي دليل واضح إلا إننا بنشوف لوكي بيرفض يستسلم وبيطلب من الفريق يفتشوا بيت أليكس كويس، يمكن ربنا يوفقهم ويلاقوا أي خيط جديد. وفي نفس الوقت بنشوف عمليات البحث في الغابة مستمرة، وبنلاقي كلير وفرانكلين بنفسهم بيشاركوا وبيدوروا في كل مكان
في الغابة، وكان كل واحد فيهم متعلق بأمل إنه يلاقي بنته. وتاني يوم لوكي بيروح لبيت عيلة بيرج وبيلاقي نانسي منهارة تماما وخايفة على أختها، وبعدها بيروح لبيت كلير وبيتكلم مع جريس أم أنا، بس رد فعلها كان غريب جدا لأنه بيلاقيها مقتنعة إن الموضوع كله سوء تفاهم وإن البنات أكيد مستخبيين وهيرجعوا لوحدهم، وبيكون واضح يا عيني إنها مش قادرة تستوعب الصدمة. ولما بتنهار وبتعيط بنشوف لوكي بيوعدها إنه هيرجع البنات، وفي اللحظة دي كلير بيدخل ولوكي بيعرفه بنفسه وبيقول له آخر التطورات، لكن كلير برضه بيتصدم لما بيعرف من لوكي إن مفيش أي دليل اكتشفوه لحد دلوقتي. وكمان لوكي بيقول له إنه مش مقتنع إن أليكس هو الخاطف لأنه قدراته العقلية مش كفاية إنه يعمل جريمة زي دي، والكلام ده كلير بيرفضه وبيعتبره تهريج لأنه بالنسبة له كل حاجة بتقول إن أليكس هو المجرم. وبنشوف إن وسط الكلام كلير بيبدأ يفقد أعصابه، فبيفضل يضغط على لوكي بأي معلومة أو أي أمل، لكن لوكي بيفضل هادي وبيقول له إنه فعلا بيحاول وبيعمل شغله. وقبل ما يمشي كلير بيوقفه وبيسأله إذا كان أليكس هيفضل محبوس لحد ما يلاقوا البنات. وهنا الصدمة بتظهر إن القانون مش في صف كلير أصلا، ومن غير أي دليل الشرطة ما تقدرش تحتجز أليكس أكتر من 48 ساعة بس، يعني كده خلاص أليكس هيخرج. فكلير بيسيب لوكي وهو بيترجاه يعمل أي حاجة، ولكنه بيقوله إن الحقيقة إن الموضوع خرج من إيد الشرطة. وبنشوف بعدها إن لوكي بيحاول يطلب وقت كمان عشان لعل وعسى يمكن يلاقي أي حاجة، بس بيتم رفض الطلب بتاعه. وبنلاقي لوكي بيفضل يدور على الحقيقة وبنشوفه بيروح لكل مكان كان أليكس موجود فيه لحد ما بيوصل لمكان غريب جدا وهو بيت الكسيس باتريك. وبنشوف لوكي وهو بيفتش بيلاقي باب سري، فبيقرر على طول إنه ينزل تحته، وهناك بيلاقي حاجة مرعبة وهو إنه بيشوف جثة متحللة مستخبية تحت في القابو. فبيطلع بسرعة وبيواجه الكسيس باتريك باللي شافه ده، ولكن الكسيس في الأول بينكر، لكن بعد ضغط من لوكي بيعترف بالحقيقة وبيقول إن الراجل اللي تحت دوت جاله علشان يعترف وقال له إنه قتل 16 طفل قبل كده. فالكسيس انصدم وقتها وما استحملش، ولأنه ما قدرش يبلغ الشرطة قرر يعاقبه بنفسه ويتخلص منه. فلوكي بيقبض عليه فورا وبيبدأ يحقق في الموضوع ده كمان، ولكن المشكلة بقى إن الاكتشاف ده برضه مش بيساعده خالص والبنات بيكونوا لسه مستخبيين. وبنشوف مع الوقت الأيام بتعدي والقضية لسه مفتوحة ومفيش أي حاجة جديدة فيها. وخلال ما احنا بندور على البنات زي ما احنا بنلاقي كلير بيجيله تليفون من جريس وبتقوله إن ال 48 ساعة عدوا والشرطة هتطلع أليكس لأن مفيش أي دليل حقيقي ضده. فأول ما بيسمع الكلام ده بيسيب رالف وفرانكلين وبيجري على الاسم زي المجنون. وبنشوف هناك هولي عمة أليكس جت علشان تاخده، ومع إن لوكي كان متضايق ومش موافق على ده ولكنه بيضطر يمشي بالقانون. فبنشوف إن كلير بيزق الصحفيين من طريقه وبيمسك أليكس علشان يواجهه، ولكن الصدمة كانت لما أليكس همسله وقال له إن البنات ما كانوش بيعيطوا غير بعد ما سبتهم. والجملة دي كانت كفاية بالنسبة لكلير في اللحظة دي وخلته يحلف بالطلاق إن أليكس هو اللي خطف البنات. وهنا كلير بيفقد أعصابه تماما وبيبدأ يصرخ في أليكس لأنه كده اعترف بشكل غير مباشر. فالشرطة بسرعة سلكت أليكس من إيد كلير وقبضوا على كلير ودخلوه لرئيس المباحث، ولكن هنا كلير خلاص أدرك إن الشرطة مش هتقدر تساعده وترجع له بنته. فهنا كلير بيقرر ياخد قرار إن هو هيرجع بنته بدراعه. بس قبل ما يمشي من الاسم كلير بيحكي للوكي على اللي أليكس قاله، وبعدها لوكي بيقرر إنه لازم يروح لهولي وأليكس ويسأله بنفسه على الكلام اللي قاله لكلير. ولكن زي كل مرة أليكس بينكر كل حاجة وقال له إن هو ما قالش أي حاجة لكلير. وفي نفس الوقت بنشوف إن كلير بيتقطع من جواه وبيكون متضايق جدا، خصوصا لما شاف جريس بتعيط ومش قادرة تستحمل، فبيقرر إنه خلاص لازم يتصرف بنفسه. وبعدها بيسيب رالف في البيت وبيقوله إن هو هيروح يدور على البنات. وبعدها بنشوفه رايح بعربيته وبيقف يراقب بيت هولي. وبعد شوية بيشوف أليكس خرج عشان يمشي الكلب بتاعه. وهنا بنشوف حاجة غريبة وهي إن أليكس لما بيلمح عربية كلير من بعيد بنلاقيه على طول بيشنق الكلب بالسلسلة وبيسيبه في آخر لحظة قبل ما يقطع النفس. بس وهو بيمشي بيعمل حاجة أغرب، والحاجة دي بتخلي عقل كلير يطير من دماغه، وهي إنه هو
ماشي بنلاقيه بيغني نفس الأغنية اللي أنا وجوي كانوا دايما بيغنوها، وكلير هنا بينفجر من الغضب وبيقرر ينفذ خطة، والخطة بتكون إنه يخطف أليكس من نص الشارع، وكان عايز يخطفه لشقة قديمة مهجورة، وبنعرف إن المكان ده معزول ومقفول من زمان والعمارة كلها مهجورة، فده هيكون مكان كويس إنه يعذب فيه أليكس هناك. وتاني يوم كلير راح جاب فرانكلين وخده معاه للمبنى عشان يوريه أليكس ويطفي ناره شوية، ولكن هناك فرانكلين بيتصدم لما شاف أليكس مربوط، وبنلاقيه بيحاول يهدي كلير، لكن كلير كان خلاص فقد أعصابه تماما، وكان مقتنع إن أليكس هو اللي خاطف البنات أو على الأقل عارف مكانهم، وقال له إن الشرطة مش هتعرف تطلع منه أي اعترافات، فقرر هو يعمل ده بنفسه. فبنشوف فرانكلين متردد جدا وكان عايز يسلمه للشرطة، لكن خوفه على بنته خلاه يوافق غصب عنه رغم إنه من جواه عارف إن اللي بيعملوه غلط. وبنروح على طول على أليكس اللي كان مربوط جوه الحمام وكان مرعوب، وكلير بيقوله ببساطة كده قول لنا البنات فين وهنسيبك تمشي، لكن كلير مش بيلاقي من أليكس إجابة واضحة، فالموضوع بيتحول بسرعة لتهديد وبعدها العنف، لا وعنف يعني لأنه بيكسر وشه حرفيا. والغريب إن مع كل دوت أليكس بتكون ردوده ثابتة جدا وكأنه فعلا مش فاهم البنات دول فين. وبنشوف فرانكلين في الأول كان بيشارك مع كلير في الضرب، لكن بعد كده بيبدأ يتراجع لأنه حاسس بتأنيب ضمير، ولأنه شايف أليكس واحد عقله صغير ومستحيل يعرف يخطف قطة حتى. أما كلير فكان كل ما الوقت يعدي يقتنع أكتر إن أليكس مذنب، وما كانش قادر حتى يتخيل إنه ممكن يكون بيعذب شخص بريء. وفي الوقت اللي كلير كان بيعذب أليكس فيه كان المحقق لوكي بيكمل التحقيق بتاعه وبيدور على أي خيط جديد، وبيسأل كل اللي قريبين من أليكس وكان بيحاول يفهم الصورة الكاملة. وواحد من الناس اللي بيحقق معاهم قال له إن القسيس باتريك كان بيقول الحقيقة، وإنه فعلا الراجل اللي باتريك اتخلص منه كان خطف أطفال كتير، يعني ممكن يطلع منهم البنتين أصلا. فلوكي على طول بيبدأ يدور في ملفات الأطفال المخطوفين القديمة في المنطقة وبيحاول يلاقي أي رابط بينهم وبين اختفاء البنتين، وبيروح بعدها يقابل عائلات الأطفال المختفيين. وبعد ما جمع المعلومات كلها اكتشف إن في حاجة مشتركة بين كل الحالات، وهي إنهم بيقولوا إن كان في عربية بيضة كبيرة واقفة قدام البيوت قبل الخطف مباشرة. وبنرجع تاني للمبنى وبنلاقي كلير كان بيزيد في تعذيب أليكس بشكل مرعب، وأليكس لسه بيأكد إنه بريء، وده كان بيخلي كلير أعنف، وكان كل شوية يضربه ويقول له كل اللي عليك تعمله إنك تقولي البنات فين وكل ده هيقف. وفي نفس الليلة العيلتين عملوا تجمع كبير بالشموع علشان البنات المفقودين، وكل أهل المنطقة نزلوا يساندوهم، لكن واضح إن الأمل بدأ يختفي. وعدى يومين والكل عارف إن كل ما الوقت بيعدي فرص رجوع الأطفال بتقل. وبنشوف لوكي كمان حضر التجمع وهناك لمح راجل شكله غريب، وأول ما الراجل شاف لوكي بيبصله جري وحاول يهرب، فلوكي على طول جري وراه لكن الراجل قدر يختفي. وبعدها الشرطة نشرت رسم تقريبي للراجل في الإعلام وطلبوا من الناس يبلغوا لو شافوه. وبنلاقي فرانكلين بيشوف الخبر وبيحاول يقنع كلير إن لو أليكس فعلا مذنب ليه الشرطة بتدور على راجل تاني، ولكن كلير كان خلاص مش شايف قدامه ومقتنع تماما بالجملة اللي سمعها من أليكس، وقال إن أكيد هما الاتنين شغالين مع بعض. وفي نفس الوقت لوكي عرف من هولي إن أليكس اختفى، وده زود شكوكه أكتر إنه ممكن يكون له علاقة بالقضية من غير ما يتخيل إنه اتخطف ومحبوس. فلوكي بيرجع يشوف تسجيلات التحقيق مع أليكس يمكن يلاقي أي خيط، لكن موصلش لحاجة. وبعد شوية جاله خبر إن حد اتعرف على الرجل الغامض اللي ظهر في التجمع، وطلع إنه كان بيروح سوبر ماركت بشكل يومي وبيشتري حاجات غريبة بأحجام مختلفة. فلوكي بيسيب رقم تليفونه للكاشيرة وقال لها تتصل بيه فورا لو الراجل ده ظهر تاني. ومع نهاية اليوم الخامس بنلاقي إن خلاص فرانكلين بدأ ينهار تماما، والإحساس بالذنب كان بياكله من جوه، وفكرة إنهم ممكن يكونوا بيعذبوا شخص بريء بقت مرعبة جدا بالنسبة له. لكن كلير ما كانش مستعد يسمع أي كلام وكان مهووس بفكرة إن أليكس هو المذنب. وبنلاقي خلاص فرانكلين بيرجع البيت وبيعترف لنانسي مراته بكل حاجة، فنانسي اتصدمت وطلبت تشوف أليكس بنفسها، فبيروحوا لكلير وبياخدوه وبيطلعوا كلهم على المبنى. ولما شافت جسم أليكس كله متكسر ومليان دم اتصدمت وفضلت تترجى إنه يعترف
عرفوا يساعدهم يلاقوا بنتهم، وفضلت تستعطفه وتوريه حاجات تخصها، وفي لحظة ضعف فكته من السلاسل، ولكن أليكس زقها وحاول إنه يهرب. بس لحسن الحظ كلير وفرانكلين بيدخلوا الحمام في الوقت المناسب وبيقدروا يمسكوه تاني وبينقذوا نانسي. وبعدها كلير بيبص لنانسي وبيقول لها انت فكتيه ليه؟ لكن نانسي كانت منهارة. وفي الوقت اللي فرانكلين كان بيحاول يهدي فيه نانسي، بنشوف كلير بياخد أليكس وبيحبسه في أوضة ضلمة تماما علشان يخوفه ويجبره إنه يعترف. وبنلاقي في نفس الوقت فرانكلين خلاص ما بقاش مستحمل وبيقرر يطلع أليكس، لكن نانسي وقفته وقالت له يفكر في بنتهم الأول، وإنها زي كلير حاسة إن أليكس هو اللي خطفها. وفي الآخر الاتنين قرروا إن هما مش هيساعدوا كلير لكن برضه مش هيمنعوه. وفي نفس الوقت بنشوف الراجل الغامض اللي ظهر في تجمع الشموع داخل بيت عيلة بيرج، وده كان من غير ما أي حد يحس. وبنعرف إن إليزا كانت في الحمام بتتكلم في التليفون وما خدتش بالها إن حد اقتحم البيت، بس ما بنعرفش هو كان عايز إيه ولا أخد إيه. وبعدها برضه بيروح على بيت عيلة دوفر، فجريس مرات كلير سمعت صوت جاي من أوضة آنا وافتكرت إن بنتها رجعت، لكن الراجل نط من الشباك وهرب بسرعة. فجريس فورا اتصلت بلوكي وبيجي بسرعة وبتحكي له عن اللي حصل. فلوكي بيسألها على كلير هو مختفي ليه بقاله فترة، ولكن جريس قالت له إن هو بيساعد الشرطة. بس لوكي كان عارف إن الكلام ده مش حقيقي، فبدأ يشك إن في حاجة مش مظبوطة، وقرر بعدها إن هو يراقب كلير. وبنشوف تاني يوم كلير رايح للمبنى لكنه أخد باله إن في حد بيتتبعه، واتفاجئ إن لوكي هو اللي وراه. وبنلاقي على طول لوكي وقفه وطلب منه يركب العربية، ولما بيركب بيبتدي يقول له فينك مش شايفينك، وإنه بقاله فترة مختفي. وإجابات كلير ما أقنعتش لوكي، لكن في الآخر لوكي بيقول له ياخد باله من نفسه ومن مراته لأن أنا بنته هتحتاجهم لما ترجع. وهنا كلير بينهار عليه وبيفضل يصرخ له وبيقول له إزاي عايز نقعد في البيت وما اعملش حاجة وبنتي بقالها 6 أيام مخطوفة. وبيقول له إنه هو كمان هيعمل كل حاجة عشان يحاول يوصل لبنته. وهنا لوكي بيفهم إن هو مش هيقدر يوقف كلير. وبعدها كلير بيرجع البيت وبينام من التعب وبيشوف آنا في الحلم، والحلم ده بيجننه أكتر، فبيقرر يرجع على طول للمبنى المهجور ويكمل تعذيب في أليكس. لكن المرة دي أليكس ما بقاش مستحمل وبيبدأ يقول له أنا ما عملتش حاجة وإن هو بس عايز يلعب، وكان بيتكلم كواحد عقليته 6 سنين. وكلير كان واقف محتار ومش فاهم حاجة وما كانش عارف يعمل ايه. وفجأة الإنذار اللي مركبه في المبنى اشتغل، ولما بيبص من الشباك بيكتشف إن لوكي جاي ناحية المكان. فكلير بسرعة بيقول لأليكس ما يطلعش أي صوت وبينزل تحت وبيعمل نفسه نايم. ولما لوكي بيصحيه بيقوله إن هو بيقعد في المكان دوت علشان مش قادر يواجه مراته، وإن المبنى ده كله كان بتاع أبوه. وهنا لوكي بيقوله إنه عايز يفتش المكان، وهنا كلير بيوافق. وكلير بيبتدي يفكر في مخرج من الموضوع ده، ولكن في وسط ما لوكي كان بيفتش الكاشيرة بتتصل بيه وبتقوله إن الراجل اللي بيدوروا عليه كان لسه عندها في المحل حالا. ولوكي أخيرا قدر يوصل للراجل واللي بيعرف إن اسمه بوب تايلور، فبيروح على طول لبيته. لكن بوب عمل نفسه مش فاهم أي حاجة، بس تمثيله ما طولش وحاول يهرب تاني، لكن لوكي كان أسرع وقدر يمسكه بسرعة المرة دي، وعلى طول طلب دعم إضافي عشان يفتشوا البيت. وخلال التفتيش لقوا إن أكل متعفن مليان دبان وصناديق مقفولة. ولما لوكي فتحها اتصدم لأنه لقى جواها هدوم أطفال كلها دم وتعابين، لكن أخطر حاجة كانت آخر صندوق، لأن كان فيه دفتر مكتوب عليه لو خلصت حل كل المتاهات هترجع البيت. وبعدها الشرطة قبضت على بوب، ولوكي بلغ العائلات باللي لقوه. وبنشوف فرانكلين ونانسي بيتعرفوا على قطعتين هدوم إنهم بتوع جوي بنتهم. وكلير بعدها بيفضل يبص على الصور لحد ما بيلاقي شراب آنا وسط الحاجات. وفي اللحظة دي انهار تماما وبدأ يعيط، واتهم لوكي إنه كان بيضيع وقته في مراقبته بدل ما يراقب بوب، وقال له إنه هو السبب في اللي حصل لبنتهم. وبعدها رجع البيت ولقى جريس نايمة ورالف قاعد في أوضة آنا، وبنشوف رالف بيسأله إذا كان أخته ماتت فعلا، لأن إليزا بدأت تصدق كده. لكن كلير أكد له إن آنا لسه عايشة، وطلب منه ما يقولش الكلام ده لجريس علشان ما تفقدش الأمل. لكن رالف بيتعصب من أبوه وبيقول له فوق بقى يا بابا، البنت ضاعت ومش عايزينك أنت كمان تضيع مننا. فكلير بيصرخ فيه علشان يسكت وبيخرج بعدها من البيت.
وفي الناحية التانية بوب كان في الحجز وبنشوفه طول الوقت بيرسم متاهات، فالشرطة افتكرت ان الرسومات دي ممكن تكون خريطة توصلهم لمكان الجثث، لكن لوكي كان حاسس ان الموضوع اعمق من كده وان المتاهات دي ليها معنى تاني، ومع الضغط والعصبية راح بنفسه يحقق مع بوب وبيسأله هو بيتنيل بيرسم ايه، لكن بوب بيفضل يعيط ويرسم من غير ما يرد، فلوكي فقد اعصابه وبدأ يضربه، لكن الضباط بيوقفوه، وفي وسط الفوضى بوب بيخطف مسدس من واحد من الضباط وضرب نفسه بالنار قدامهم. وفي نفس الوقت كلير كان سكران وقاعد مع أليكس وقال له انه خلاص مش عارف يعمل ايه، وفجأة أليكس قال الجملة اللي كلير كان مستنيها من اول يوم، قال له ان البنات موجودين جوه المتاهة، بس ما قالوش المتاهة دي فين. فكلير راح فورا لبيت هولي علشان يمكن يلاقي اجابات اكتر، لكن بدل ما يقول لها انه خاطف أليكس قال لها انه بس حاسس بالذنب لان أليكس اختفى. وخلال ما كانوا بيشربوا شاي هولي حكت له ان هي وجوزها بعد ما خسروا ابنهم بسبب السرطان حياتهم كلها اتدمرت، لكن بعد ما اتبنوا أليكس حياتهم اتحسنت شوية لانه فكرهم بابنهم وبدأ يشغل حياتهم. فكلير حاول يفتح معاه كلام عن المتاهة وقال انه بيشوفها في احلامه، لكن تعابير وش هولي ما اتغيرتش خالص. وفي نفس الوقت لوكي كان شبه مجنون وهو بيبص على رسومات بوب وكان بيحاول يفهم معنى المتاهة دي بالظبط، وفجأة لوكي بياخد باله من حاجة مهمة جدا وسط الصور، وهي ان الصور بتاعت الراجل الميت اللي كان في قبو القسيس باتريك، لانه بيلفت نظره ان الراجل ده كان لابس سلسلة عليها نفس علامة المتاهة، وكمان بيكتشف ان الدم اللي لقوه على هدوم الاطفال اللي لقوها عند بوب كان دم خنازير اصلا مش دم بني ادمين. وهنا لوكي بيبدأ يفهم الصورة بشكل مختلف تماما، وبيكتشف كمان ان بوب نفسه كان ضحية خطف من سنين وهو طفل صغير واتحبس واتعرض لحاجات دمرت نفسيته تماما، وده اللي خلاه مهووس بحالات اختفاء الاطفال. والاكتشاف ده بيخلي لوكي يشك ان في ناس اكتر ورا كل اللي بيحصل وان الموضوع اكبر بكتير من شخص واحد. فشريك لوكي بيعتقد ان بوب هو المسؤول عن كل حاجة، لكن لوكي حاسس ان في سر اعمق واخطر مستخبي، وبنروح لبيت عيلة دوفر وبنلاقي جريس بيجيله اتصال ان جوي اتلاقت اخيرا لكن انا لسه مفقودة. فكلير وجريس بيجروا على المستشفى على امل ان جوي تقول لهم اي معلومة تنقذ انا، واول ما كلير بيشوف جوي بيحاول يسألها لكن الدكتور بيمنعه لانها لسه تعبانة ومش فايقة. وبعد شوية جوي بتفتح عينيها، وهنا الفيلم بيورينا فلاش باك سريع لهروبها، وبنشوف جوي بتبص لكلير وبتقوله انها شافته هناك، والجملة دي بتصدم كلير فجأة وكأنه فهم كل حاجة مرة واحدة، وبيخرج جاري من المستشفى وبيروح على بيت هولي على طول. وفي نفس الوقت لوكي بيفتكر ان كلير اكيد راح للمبنى القديم فبيروح هناك، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي أليكس محبوس. اما كلير فلما بيوصل لهولي بتدخله البيت بشكل عادي، ولكن لانها شاكه فيه بتطلع عليه مسدس وبتخليه يكلبش نفسه، وبعدها بتديله مشروب وبتجبره يشربه، وبعد ما بيبدأ يفقد وعيه بتاخده معاها وبتوريه مكان انا وهي بتحكي له الحقيقة المرعبة كلها. هولي بتعترف ان هي وجوزها بعد ما فقدوا ابنهم بالسرطان بقوا مليانين غل ووجع من الدنيا كلها، ومع الوقت بقوا عايزين اي اهل تانيين يحسوا بنفس الاحساس القاسي اللي عاشوه، وعشان كده كانوا بيخطفوا الاطفال وبيسيبوا الاهالي يعيشوا في خوف وفقدان وعذاب مستمر زي اللي هم حسوا بيه. وبتكشف ان أليكس كان واحد من اوائل الاطفال اللي خطفوهم وانهم دمروه نفسيا لحد ما عقله باظ تماما، وبعدها استخدموه علشان يساعدهم يقربوا من اطفال تانيين لانه مخه لسه مخ عيل صغير. وهنا للاسف بنفهم الحقيقه ان لما أليكس كان بيقول لكلير ان هو بس كان عايز يلعب مع الاطفال كان بيقول الحقيقه فعلا. وبنكتشف كمان ان حتى بوب تايلور كان واحد من الضحايا بتاعتهم، وبعد اختفاء جوزها خفت عمليات الخطف شويه لانها كبرت في السن وبقت ضعيفه. وهنا بنكتشف ان الجثه اللي كانت في القابو كانت لجوز هولي اصلا، يعني القسيس فعلا كان بيقول الحقيقه. وبعدها هولي بتصدم كلير بالحقيقه الاكبر، وهي ان أليكس اهبل وما بيخطفش حد ابدا وانه مجرد مصيده وانه كان بريء طول الوقت، وان هولي هي اللي بتضحك عليه عشان يعمل كل حاجه. وبعدين بتورينا
في فتحة في الجنينة الخلفية بتودي للمكان اللي مخبية فيه الأطفال طول السنين دي كلها، وبتطلب من كلير ينزل بنفسه، لكن لما بيرفض بتضربه بالنار في رجله من غير رحمة وبتزقه جوه الحفرة وبتقفل عليه، وبعدها بتاخد عربيته وبتمشي. وبنشوف بعد ما لوكي بيلاقي أليكس بالحالة البشعة دي بيقرر يروح لهولي عشان يبلغها إنه لقى أليكس. وفي نفس الوقت تحت الأرض بنشوف كلير بيكتشف مكان مرعب جدا، وبنشوف ألعاب أطفال وهدوم وحاجات قديمة بتثبت إن في أطفال كتير اختفوا وتم التخلص منهم على مدار سنين طويلة. وهناك كلير بيلاقي الصفارة الحمراء بتاعت بنته آنا، وأول ما بيشوفها بينهار وبيقعد يدعي إن بنته تفضل عايشة. وفي اللحظة دي هولي بتلاحظ إن لوكي جاي على البيت بسرعة، فبتطلع فوق علشان تطمن على آنا اللي كانت فاقدة الوعي. لكن لوكي بيدخل بعد ما بيلاقي الباب مفتوح، وبيتصدم لما بيشوف صورة جوز هولي على الترابيزة، وكان لابس نفس سلسلة المتاهة اللي شافها قبل كده. وهنا لوكي بيفهم إن هولي مخبية سر خطير وإنه كان بيضحك عليه طول الفترة دي، فبيطلع المسدس بتاعه وبيبدأ يفتش البيت. وفجأة بيلاقي هولي وهي بتحقن آنا بحاجة في دراعها، فالاتنين بيضربوا نار على بعض في نفس اللحظة. ولكن هولي بتطلع حولة ورصاصتها بتعدي من جنب دماغ لوكي وبتعوره تعويرة خفيفة، بس رصاصته هو بتسيب هولي وبتوقعها على طول. وبعدها بيكتشف إن آنا لسه عايشة بس مغمى عليها، فبيشيلها بسرعة وبيركب العربية وسط المطر الشديد وبيجري بيها على المستشفى. ولحسن الحظ هما الاتنين بينجوا. وتاني يوم لوكي بيقرا في الجورنال خبر إن أليكس واللي بيطلع اسمه الحقيقي باري رجع لعيلته بعد اختفاء طال لمدة 26 سنة كاملة. ولكنه بيلاحظ كمان إن عمنا كلير لسه مفقود. وبعد شوية البنات بيجوا يشكروا لوكي على إنه أنقذهم، وبعد ما بيمشوا جريس بتقول إن كلير مرجعش البيت وإنها مش عارفة هو فين، وبتبدأ تعيط لأنه كمان لو رجع ممكن يتحاسب على كل اللي عمله في أليكس. وفي آخر مشهد في الفيلم لوكي بيشرف على تفتيش أرض هولي، وبنشوف عربيات الإسعاف والشرطة مالية المكان، وكل الأدلة بدأت تكشف الحقيقة الكاملة لجرايم هولي هي وجوزها. لكن قبل ما لوكي يمشي بيسمع صوت صفارة خفيفة جدا جاي من بعيد، وبيبص حواليه باستغراب، ولكنه بيفكر إن ممكن عيل صغير بيلعب. ولكنه قبل ما يمشي بيسمع صوت الصفارة تاني، ولكن المرة دي لوكي حس إن اللي بيصفر دوت محتاج نجدة. وبكده الفيلم بتاعنا بيخلص لسهرة النهاردة. كلمة بقى أخيرة ليك عزيزي المشاهد اللذيذ، إحنا فعلا بنتعب عشان نقدم لك الفيديوهات دي، فياريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك الجميلين بتوعك، وهسيب لك لينك صفحتنا وجروب الفيس في الوصف بتاع الفيديو. وبس كده، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.